السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة قرص. اغلب الناس بتحب القرص، واغلب الناس بتحب تعملها في الشتاء اكتر من الصيف. قومي يلا اعملي. ده كيلو دقيق، ده مقادير كيلو دقيق، مش هزود زيادة عن كده يعني، لان مقادير كيلو دقيق تكلفة برضو. ده كيلو دقيق لوحده ب20 جنيه. ده اللبن، لميت وش اللبن كده في الكوباية دي زي ما انا كده بوريكي. ده وش لبن. كوباية سمنة او زيت او قشطة صفرة وذرة ملح وبيكنج باودر وفانيليا وخميرة 3 أكياس و3 معالق سكر والدقيق. بس كده، دول المقادير. ممكن لو حابة تزودي مية عشان العجينة تتظبط معاكي ممكن عادي يعني. حطيت الخميرة مع السكر مع حبة مية كده وقلبتهم عقبال ما منخل، ونخلت الدقيق وحطيت البيكنج باودر والفانيليا. المواد الجافة تحطها كده مع بعضيها، اللي ما حطيتش لايك تحط. وتقلبي الدقيق كده عشان تقلبي الحاجات اللي احنا حطيناها. بعد كده تحطي بقى السمنة، وسلام لو سمنة بلدي يبقى احسن. وتبسي الدقيق، يعني تقلبي الدقيق مع السمنة، تغلفي حبات الدقيق بالسمنة. ده بتفرق في الطعم قوي، ضروري تعملي الخطوة دي، بتفرق في الطعم. اول حاجة تحطي المادة الدهنية، السمنة او الزيت او القشطة الصفرا تكوني مسيحاها عادي، كله بينفع بالطريقة دي. بعد كده بقى احط اللبن واقلب الخميرة ونقلب، نحط حاجة بحاجة كده، وازود بلبن. لو ما عندكيش لبن تزودي بيه، زودي بمية عادي، هيبقى حبة مية صغيرين، لان هي مش هتحتاج كتير بعد المكونات اللي احنا حطيناها الاساسية. وتلمي العجينة بقى، وعايزة منك عجن جامد، عجن كتير لغاية ما العجينة تلم. تلت وتعجني تلت وتعجني وتنام في مكان دافي لما تختمر ساعة كده. بعد كده تعملها، تقرصيها قرص قد البيضة، اكبر اصغر زي ما انت عاوزة، وتبططيها وتحطها في الفرن وتطلع بالشكل الجميل ده. ايه رأيكم؟ اللي عجبها القرص وعجبها شكل القرص تقولي، واللي بيعجبها القناة بتاعتي تقولي، واللي لها اي تعليق تقولي. هنعمل بقى بعد القرص حاجة جديدة على القناة، محدش عملها تقريبا قبل كده. العجوة بالبيض، معلقة سمنة بلدي وحتة عجوة. تقلبي العجوة الأول وتحمريها في الزيت شوية. أنا ماسكة الكاميرا بالإيد التانية فمش مالكة كويس، بحاول أوري الناس الطريقة، الناس اللي ما تعرفهاش. أنا ما كنتش أعرفها، كنتش أعرف الطريقة دي. بعد ما تحمري العجوة كويس في الزيت أو في السمنة يبقى أحسن، تحط البيض وتقلبي. مضيفيش أي مكونات تانية خالص، العجوة والبيض بس، لا سكر ولا ملح ولا حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.